في أول الخيط دايما بنهتم بالتفاصيل، وفي قضايا كتير جدا بتصنف إنها قضايا مبهمة، قضايا كده محدش قدر يحلها أو محدش قدر يحدد هو الشخص اللي تم ارتكاب الجريمة في حقه ده هو اللي أنهى حياته بنفسه ولا تعرض لجريمة قتل. خبراء الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة بيبقى عندهم شوية شواهد كده بتعرفهم هو الشخص ده هو اللي أنهى حياته ولا في جريمة قتل. وعلشان كده قلنا نفهم الطب الشرعي بيحلل الموضوع ده ازاي او بيشوفه ازاي، وازاي بيقدر يحدد طريقة القتل وزمن القتل واسلوب القتل حصلت ازاي وامتى. ومعانا دكتور سمر عبد العظيم استاذ الطب الشرعي في كلية طب جامعة عين شمس، واللي هنتكلم النهاردة عن الفرق الكبير بين قضايا الشخص انهى حياته بنفسه وقضايا تعرض فيها للقتل، والفرق بينهم عامل ازاي، وازاي الطب الشرعي بيقدر يحدد ده بوضوح. شرفتينا ونورتينا في أول الخيط. نورك يا أستاذ سامح، ومرسي على الاستضافة، ومرسي على الموضوع الجميل دوت اللي هو في واقعه هو قلب والكور، يعني القلب كده بتاع الطب الشرعي. الطب الشرعي ده كله عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن العلم اللي بيستدل على سبب الوفاة وآلية الوفاة وطريقة الوفاة وشوية حاجات كده كلها ليها علاقة بالوفاة. بمعنى أصح هو بيرسم لينا صورة للحدث اللي حصل رغم ان احنا ما كناش موجودين اثناء الحادث دوت. اوكي. وطبعا زي ما اتكلمنا قبل كده الطبيب الشرعي وظيفته ان هو يرسم الصورة دي وتبات في صورة تقرير، وهو دوت اللي بيجي القاضي بيمسكه. القاضي ما بيشوفش الجثمان، القاضي ما بيشوفش مسرح الجريمة، ولكنه بيشوف التقرير. فالتقرير ده بيحكي الحكاية، بيحكي الحدوتة وبيبدي رأي يعني فيه. طيب أنا علشان أعرف الشخص دوت يعني أنهى حياته بنفسه ولا كان في جاني، فيك حاجات كتير جدا. أولهم زي ما حضرتك ما تفضلت وقلت مسرح الجريمة. مسرح الجريمة اللي في حالات اللي بيبقى فيها جاني بيكون له شكل مختلف عن لو ما كانش فيه جاني وكان دوت الجاني هو نفسه المجني عليه. صحيح. إيه الفرق بقى؟ عادة لو في جاني مسرح الجريمة ده هيبقى مسرح جريمة غير منتظم، يعني لازم هيبقى فيه نقطة دخول وغالبا لازم نحددها. يعني هو دخل من باب ولا دخل من شباك ولا دخل منين. صحيح. الحاجة التانية هيبقى فيه آثار مقاومة، وآثار المقاومة دي احنا بنشوفها على الجثمان وبنشوفها كمان في مسرح الجريمة نفسه. صح. فمسرح الجريمة اللي هو مترتب ومتهندم ومتستف دوت ما كانش فيه جاني موجود. صح كده؟ كان الشخص لوحده. هنقول ان هو كان مثلا لوحده. يعني. الحاجة التانية انه مسرح الجريمة اللي الجثمان اللي معليهوش آثار مقاومة معناها ان ما كانش فيه جاني. انما بلاقي عليه آثار حاجة تانية، بلاقي حاجة اسمها hesitation marks اللي هي علامات تردد. ليه؟ لان البني آدم المقدم على ان هو يعمل عمل فظيع زي ان هو ينهي حياته بنفسه، البني آدم دوت ما بيعملش كده يعني in one go، يعني مش اللي هو يلا هلا بيلا ويقوم اذبح يا زكي قدرة يقوم ذابح زكي قدرة. لا مش كده. هو بيبقى الأول خايف وحسابات بقى وقصص وحكايات في مخه، ويحاول مرة وبعدين يرجع في كلامه، ويحاول مرة تانية وبعدين يرجع في كلامه. فعادة مش بلاقي جرح، بلاقي عدة جروح، ولكنها جروح الأول غير مكتملة وجرح واحد مكتمل أدى للوفاة. الجروح الغير مكتملة دي بنسميها علامات. وده بيفسر بقى فكرة تردد. ان الناس ان الناس بتبقى متخيلة انه لا ده ازاي كمية الجروح دي فيه بس كده اديك قلتها. يبقى هو ايه؟ لازم نبقى عارفين ان الجرح يا اما في تعدد الجروح طبعا معناها ان هو مش ما عملهاش بنفسه، ولكن تعدد علامات التردد هي اللي ممكن تقول ان دوت مش مكتملة. مش مكتملة. هنلاقيها superficial يعني السطح مثلا سطحية وغير مكتملة. حاول مرة وما قدرش، حاول مرة تانية وما قدرش، وهكذا لحد لما واتته الشجاعة وعمل الجرح الواحد اللي هو تسبب في الوفاة في الآخر. حاجة كده كنت يعني أعرفها ومحتاجين برضه أفهمها حضرتك شوية. في حاجات أو علامات تانية ليها علاقة بزاوية الدخول والخروج كتير اللي هو السلاح المستخدم يعني كتير على حسب الجرح، وده بيحدد إن هو أنهى حياته ولا لا.
الزاويه والطريقه. لو الجرح ده جرح قطعي، مم. والجرح القطعي دوت جرح محتاج آلة حادة مم. ذات نصل يعني ايه؟ يعني ليها سن، صح كده؟ مم. طيب الجرح القطعي علشان اقول هو عمله بنفسه ولا لا، لازم يكون في اتجاه ايده اللي بيستخدمها. لو هو ايمن لازم يكون على الناحية أوكي. الشمال، لو هو ايسر على الناحيه على التانية. الناحية اليمين. اوكي. ودايما بيبقى الجرح بيبتدي عميق وبعدين بيقل قرب الاخر، بنسميها تابرينج. هنلاقيه يبتدي يبقى عمقه اقل قرب الاخر. مم. من الحكاية دي بقدر اعرف بداية الجرح من نهايته، مم. وبناء عليه اقدر اعرف الاتجاه دوت كان اتجاه ماشي مع ايده اللي بيستخدمها ولا مش اللي ماشي هو مع ايده الطبيعيه، مم. التصرف ادي الطبيعي. الجرح القطعي. مم. في الجرح الطعني. الجرح الطعني هو استخدام نفس الآلة الحادة ولكن باتجاه ذراع قوة مختلف، يعني ما بيبقاش موازي، مم. بيبقى perpendicular اللي هي عمودي على الجسم، صح كده؟ دايما الجرح الطعني بيبقى فيه حاجة اسمها تيلينج في الآخر اللي هي تذيل. ودي هنلاقيها يعني في حاجة أنا كنت كاتباها، يعني التذيل دوت هو الجزء اللي بيبقى مش عميق، بيدل على إن السلاح دوت تم سحبه. أنا لما باجي بس خلاص عملت الطعنة، أجي بقى أسحب السلاح، بيعمل حتة ديل في آخر الجرح. حتة الديل دي تقول لي هو الجاني كان واقف فين، بتبقى دايما ناحية الجاني، صح كده؟ عشان هو كده وسحبها عليه. أوكي. طب لو أنا عاملاها لنفسي هتبقى ناحيتي أنا، صح؟ لو في جاني هتبقى ناحية بعيدة عني، اللي هي ناحية مطرح ما الجاني كان واقف. حاجات بقى كتير من هذا القبيل. قضية شهيرة جدا. ده في قضايا كتير. لا بالعكس، ده في قضايا كتير وهو الهدف من يعني الحلقة دي، علشان بس الناس تستوعب الحلقة دي هدفها ايه. انك لما بتسمع في قضايا الرأي العام اختلاف وجهات نظر كده، يقول لك بقى في مجموعة كده مع الرأي انه لا ده هو اللي عمل كده في نفسه، وفي آراء تانية يقول لك لا ده هو اتعرض للجريمة دي. الموضوع يا جماعة بمنتهى البساطة بيتم حله في الطب الشرعي بشكل واضح، أدلة واضحة. دلوقتي اتكلمنا عن شكل الجروح وعمق الجروح، بتغير خالص المفهوم عن الشخص ده هو اللي أنهى حياته ولا تعرض لده. فخلينا ندي بقى مثال قضية كده. خلينا بس نقول انه طبعا هو كده بالظبط. الأهم بقى كمان إن احنا نبقى متخيلين ليه الناس بتبقى معترضة. ليه؟ هي الناس ليه بتمسك في بعضها، وده يقول لك ده مقتول والتاني يقول لك لا مش مقتول، وهيصة بقى ونقعد نشوف آراء بقى ومحللين. كل الناس بتحول لأطباء شرعيين على السوشيال ميديا وبتتكلم، صح كده؟ لأن ساعات بيبقى من الصعب جدا استيعاب إن رغم إن الجرح ده كبير جدا وعميق جدا ويعني له شكل رهيب، إلا إنه برضو احتمال كبير قوي إنه هو يكون جرح أحداثه المجني عليه بنفسه. الناس العادية ساعات بتتخيل إن ده مش منطقي ومش طبعا طبيعي. أنا زي مثلا أنا أول مرة أسمعها من حضرتك قبل ما نصور، كنت لسه هقولها، قلت لك على طول أنا مش مستوعب. بس بعد كده خدت بالي لا فعلا، ما هو أنت ما تعرفش وقتها هو كان بيفكر إزاي. أحيان كتير، مش common بس بتحصل، إنه ميت يقرر إنه هو يقتل نفسه بإنه يقطع رقبته. ما أنا مش فاهمها دي بقى. صح؟ ولا أنا صعبة قوي جدا. صح؟ طبعا. لا بتحصل. الميت ممكن واحد يحدث لنفسه قطع عنق. طب ده انت يا سيدي كان ممكن تضرب نفسك بالسكينة، تطعن نفسك بالسكينة، كان ممكن تقطع شرايينك، كان ممكن تعمل حاجات تانية كتير قوي سهل. ايه اللي يخليك تختار ان انت تقطع رقبتك؟ طبعا لو حد عادي يدخل ويشوف حالة زي دي لا يمكن يصدق ان دوت احدثها بنفسه طبعا. وطبعا تقوم الدنيا بقى وما تقعدش انه في تغطية وفي شيء مش طبيعي. طبعا. لكن الطبيب الشرعي بيبقى عارف ان الجرح دوت جرح احدثه الميت او المتوفى بنفسه، لان الجرح اللي بيحدثه المتوفى بنفسه له شكل مختلف عن لو كان قطع العنق دوت احدثه جاني تاني. عادة
لما بيبقى حد مقدم على انه هو ينهي حياته بيبقى ليه مكان مختار، عادة بيبقى واقف قدام مراية، بيحب يبقى واقف قدام مراية عشان يبقى شايف هو بيعمل ايه. فكتير دي بتقولي انه هو لا، ده أحدثها بنفسه. شكل الجرح نفسه بيبقى مختلف، بيبتدي عالي وبينتهي على ليفل أوطى، بيبتدي عميق وبعدين بينتهي سطحي. بيبتدي من ناحية عكس ايده الدوميننت، ايده اللي بيستخدمها، وبيروح في اتجاه ايده اللي بيستخدمها. حاجات كتير قوي بتخلي الطبيب الشرعي يقول اذا كان دوت جرح فعلا احدثه بنفسه ولا جرح ما احدثهوش بنفسه، رغم ان الجرح قد يكون من البشاعة بمكان لدرجة الناس تتخيل انه لا يمكن يعمله بنفسه. هو ازاي طب ليه بقى بيعمل في نفسه كده؟ لانه وهو مقدم على هذا الفعل ده وهو واقف قدام المراية، في أغلب الظن هو ما بيبقاش شايف نفسه. هو بيبقى شايف حاجة تانية خالص، حد تاني خالص، بيبقى شايف شر، بيبقى شايف قهر، بيبقى شايف فشل، بيبقى شايف ضغوط، شيطان، شايف حاجات كتير، بيبقى شايف حد بيقول له حاجة في ودنه، طبعا سايكوزز، يعني هو أفكار بتتقال في ودنه بتقول له إن اللي انت شايفه قدامك ده هو سبب كل اللي انت عشته في حياتك، فإئذيه. فهو بيبقاش عنده الشعور بالذاتية، فبنسميه حتى depersonalized، كأنه مش حاسس بأدميته. فدي ساعتها ممكن يحدث جرح العامة يتخيلوا ان ده لا يمكن. زي واحدة من القضايا الشهيرة قوي في واحدة من الدول العربية دلوقتي، وعليها رأي عام جدلي قوي قوي، والحقيقة ان انا منتظر تقرير الطب الشرعي الرسمي والنهائي علشان نقدر نقول فعلا هو ده حصل ايه، بسبب ان انا يعني بقيت مستوعب قوي انه لا، هو ممكن فعلا جروح شكلها عميق جدا، شكلها غريب جدا، وفي الاخر لا، هو اللي عمل كده في نفسه. في قضية مشهورة قوي، قضية برضو رأي عام، عند شخص المفروض ان هو لقوه في أوضة ولقوا جنبه سلاح و3 فوارغ رصاص، بس في الاخر الطب الشرعي اثبت ان هو اللي ضرب على نفسه الرصاص. طب ازاي 3 فوارغ؟ ازاي ضرب 3 طلقات؟ مستحيل. فاكتشفوا بعد كده من ضمن الحاجات التقرير يعني ان هو جرب على نفسه طلقتين خفاف الاول، يعني ما ضربهمش في نفسه، hesitation marks، علامات تردد، اللي حضرتك قلتيها حالا، اللي علامات التردد. ضربهم كده، شوف عايز يحس الالم او ايا كان هو كان حاسس بايه ساعتها، والثالثه هي اللي نفذها اللي هو كان عايز يعمل. فده معناه انه بسهوله قوي يقدر الطب الشرعي يحدد الطريقه او اسلوب الوفاه. طيب هل بتفرق انه شخص استخدم بقى الحبل او استخدم ادوات مختلفه؟ يعني انا النهارده دخلت مسرح جريمه ولقيت شخص متعلق مثلا، وبلاش نقول الوصف الحقيقي بتاعه، بس هو يعني حصل، هل بقدر الطب الشرعي هنا يحدد انه هو اللي عمل ده في نفسه ولا حد اللي عمل كده؟ يقدر يحدد في بعض الاحوال. وفي احوال اخرى بيعتمد على ادله ظرفيه علشان يقول اذا كان في جاني او ما كانش في جاني. ولكن استخدام الحبل ليه آلية، فهو نفس الحبل ممكن يستخدم بأكتر من طريقة. ممكن يستخدم بحيث ان هو يبقى متعلق زي ما حضرتك ما وصفت، فينتج عنها ان المتوفى ده بيتوفى نتيجة لتقل جسمه، فيبقى الفورس اللي هي القوة، ذراع القوة اللي بيحصل دوت هو ذراع القوة القائم على حجم أو وزن جسم. صح كده؟ صحيح. ممكن يكون نفس الحبل ولكن بيستخدم بطريقة تانية خالص، بطريقة بحيث ان الحبل دوت يتلف حوالين رقبته. صح؟ ولو كانت اللفة لفة كاملة حوالين رقبة المجني عليه قد تحتمل ان هو يكون في جاني، وقد لا تحتمل ان هو يكون في جاني برضو. قد تكون برضو هو احدثها بنفسه، وبتحصل بطريقة التورنيكيه، ان هو يحط حاجة في قلب الحبل ويقعد يبرمه 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 كده لحد لما الحبل يضيق ويضغط على رقبته لحد لما يقطع الهواء والدم عن المخ. ولكن علشان يفضل محافظ على الحبل دوت مبروم ومقفول على رقبته، ساعة لما هيغمى عليه وهيتعب وهيسيب الحبل هيفتح. صحيح. صح؟
طب امال يعمل ايه علشان يحافظ على الحبل بالطريقه دي؟ مم. يحط التورنيكيه دي عباره عن عصايه بيحطها في الحبل ويقعد يلفها يلفها يلفها، وبعدين يقوم حاططها ما بين دقنه وما بين السوبراسترنم هنا، مم. فيبقى كانها عصايه ما بين دقنه وما بين الحته اللي هي السوبراسترنم. مم. في الحاله دي هو مش هيعرف يفكها خلاص، هي خلاص ترست بالطريقه دي، وبيبقى من الصعب عليه جدا ان هو يفكها يشيلها أو خلاص يشيلها. بقى، لان هو بيبقى بيعافر مم. مع السكرات فدي بقى. شواهد بتعرف الطب الشرعي والأدلة الجنائية إنه بس هي الفكره ان دي صوره ازاي إن آلة واحده، أداة واحده قد تستخدم بطرق متعدده، وقد تكون يعني متطلبه ان يكون في جاني، وقد تكون مش متطلبه ان يبقى في جاني اصلا. طيب حضرتك كنت بتتكلمي معايا على حاجة ليها علاقة تعدد الجريمة أو تعدد طرق ارتكاب الجريمة في الجريمة الواحدة. أنا أفهمها بقى. طيب أنا لافت نظري ولافت نظر الناس حاجة يعني أحب إن احنا نفهم. ساعات كده نقعد نبص على قضية معينة، وتبقى باصص من بره كده وتقول إيه هي الناس دي إزاي مصدقة اللي هي بتقوله؟ يعني إزاي الناس مثلا، إزاي بني آدم واحد يجيله أفكار وهلاوس مثلا إن هو بيقتل الشر أو بيقتل الشيطان؟ طب هو عنده هلاوس، ازاي نفس الفكر ده يقدر ينقله لمجموعة أخرى من الناس بحيث ان يتشكل تشكيل عصابي كلهم عندهم نفس الأفكار الغريبة اللي انت من بره تقعد تبص عليها وتبقاش فاهمها؟ ازاي مصدقين نفسهم؟ الحقيقة ان دي ليها طريقة، ودي الطريقة اللي بيستخدمها الناس عشان بيع الأفكار وغسل المخ. وانا هممني قوي دلوقتي، يمكن دوت حتى في كتابي الجديد او روايتي الجديده هو ده محورها، ازاي انا اقدر اعمل غسيل مخ لبني ادم شكله طبيعي وذكي، واحط في دماغه افكار غير طبيعيه بالمره، خليه ينفذها ويبقى مقتنع بيها اقتناع شديد. وليكن مثال قضيه شهيره جدا موجوده دلوقتي في يعني اتحكم فيها في أمريكا. هي يمكن يكون حد سمع عنها، اللي هي لوري فالو وتشاد ديبل كيس. لوري فالو وتشاد ديبل كيس هي عبارة عن قضية كالت يعني زي مجموعة عندها فكر ديني متشدد واحد، وبيقوموا بعمليات قتل متعددة لأن هم عندهم اقتناع إن احنا في أحداث نهاية الزمان، وإن هم مكلفين إن هم يموتوا الناس الأشرار ويحافظوا على الناس الأخيار، علشان هم دول بس اللي هيقودوهم للجنة. دول اقتنعوا بالموضوع. دول بقى مين بقى دول؟ دول كتير من الناس، والناس دي متعلمة، والناس دي يعني مستوى الاجتماعي كويس، والناس دي ما هيش مريضة نفسيا أو تبدو إنها مش مريضة نفسيا. والسؤال انتوا ازاي اقتنعتوا بالكلام ده وانتوا مش واحد، لا ده انتوا كتير. صحيح. نكتشف بقى انه في 3 مراحل لانك تقنع بني ادم بفكر زي ده. اسمها البي سي بي موديل. بي سي بي. اول حاجه البي الاولانيه هي البرسبشن. ازاي ان انت تعرف البني ادم دوت ان الدنيا اللي حواليه، او تخليه يشوف الدنيا اللي حواليه بطريقه مختلفه عن اللي هو متعود يشوفها. هنلاقي بني ادم كان كويس جدا وغني على فكره ومبسوط وعايش عيشه كويسه، فجاه يبتدي يشوف ان الدنيا اللي حواليه دنيا ظلمه وكفره، وناس كلهم ظلمه وما يستاهلوش يعيشوا، ومجاعات وظلم، ويبقى تلاقيه ابتدى يتكلم كتير عن الحاجات دي رغم ان هو ما هوش عايشها بنفسه. صحيح. تبقى عارف ان في حد غير البرسبشن بتاعه او طريقة وعيه للعالم او الحالة المحيطة بيه. يبقى البي خلصت، انت كده عملت الخطوة الاولى معاه. الخطوة التانية هي السي، وهي دي ايه بقى؟ الكونتكست. ايه الكونتكست ده؟ المقام. وزي ما بنقول ان لكل مقام مقال. صح كده؟ يعني انا لو عايزه يا استاذ سامح ان انا اقنعك مثلا ان انت تقوم دلوقتي، تقوم مثلا تقف على الترابيزه اللي احنا فيها، وان يعني عفوا يعني مثلا ان نقول ان احنا هنتخلص من هدومنا دلوقتي،
ما اقدرش اقنعك بحاجه زي كده، صح؟ طبعا لان احنا في استوديو، اول حاجه هتيجي في بالك استحاله هقوم اعمل كده، انا طبعا. في استوديو. انما لو انا اقنعتك ان انت في الحمام وان انت داخل تستحمى، ممكن تعمل كده. اوصل مرحله الوهم. وهم بالكونتكست، اغير الكونتكست اللي حواليه، مم. اوهمه ان المكان الكونتكست او المقام اللي هو فيه يسمح له بان هو ياتي بفعل غير طبيعي. تصرف كده عادي. زي ايه؟ مم. زي اقنعه ان احنا في احداث نهايه الزمان، فيتصرف بناء على كده. او اقنعه ان انت في حاله دلوقتي، في حاله غير طبيعيه وغير منطقيه، وان انت مهدد، فانت من حقك تقتل، او من حقك لان انت لو ما قتلتش هتتقتل. ده مفهوم غسيل المخ بشكل عام، بالظبط. او غسيل العقول. خليك بقى في التالتة مم. علشان البي التالتة بقى تاخدها. مم. البي التالتة ان اول لما تلاقي منه فعل مقارب للفعل اللي انت بتحاول تخليه يعمله، تعمله برايس، تمدحه، تديله اسم، انت امير كذا، انت صاحب الكذا، تعظمه بقى. انت كذا. اه فيبقى هو مر بالثلاث مراحل غسيل مخ. انت كده سيطرت عليه. انت كده سيطرت عليه وحطيت في دماغه فكر، والفكر دوت هو هيقوم وينفذه، خصوصا اذا اخدت منه وعد ان هو هيعمل كده. والشطارة انك تعمل زي بتوع المبيعات. مم. يعني ايه؟ قبل ما تقول له هو ده الفكر اللي انا عايزك تعتنقه، اجي اسأله سؤال. مم. سؤال مثلا: مين فينا ما بيحبش ان صحته تبقى كويسة؟ لا طبيعي. او مين فينا بيحب ان صحته تبقى كويسة؟ يرفع ايده. مم. مين فينا شايف ان النفس نعمة من عند ربنا؟ يرفع ايده. طبعا. خلاص كده، هو كده انت ربطته من لسانه. مم. الشخص ده بعد كده لو جيت وقلت له خد الستيكر دوت مثلا وعلقه على العربية بتاعتك لا للتدخين، هياخده بسرعة وهيعلقه. طبعا. لأنك ربطته من إيه؟ ربطته من لسانه، هو رفع إيده وأصبح صاحب مبدأ. وحاسس انه هيشارك في المبدأ ده كمان وهينشره. حتى لو ما كانش عمره فكر في هذا الكلام قبل هذه اللحظة. مم. تخيل بقى أن أنا ممكن أعمل نفس الكلام ده بس بفكر ملتوي. مم. أخد منك أوكي على أن أنت مثلا بتكره الفئة الفلانية في المجتمع. مم. خلاص؟ وهترتكب في حقهم حاجة، فانت هتشوف ان دي بطولة. هتشوف بقى أنها. مم. فأربطك الأول من صح. كلامك، وهي دي الأسلوب اللي الناس بتبيع بيه من أول القلم الرصاص لحد الفكر الملتوي اللي يخلي حد غسيل العقول. غسيل العقول. وعلشان كده لما بنقول انه الشخص اللي بينهي حياته بنفسه ده هو تعرض لنوع انواع غسيل العقل. طبعا هو هو عمل اقتنع لنفسه بان اللي كده، بيعمله ده بينقذ روحه، بينهي، مش عايز يقعد وسط المجموعة لأنه دي. مر بمراحل على فكرة. طبعا. هو على فكرة طبعا. ما قامش من لا الباب لا للطاق كده عمل. مستحيل. هي لا ده عاش ضغوط مراحل. ضغوط نفسية مش سهلة اكيد. فتقف أنا انت من مستوعب بره جداً كده طبعاً. تقول ازاي عمل كده، آه. ازاي قدر يعمل عشان كده. انت مش في الوضع ده، انت مش في مخ. انت مش قادر تستوعب هو ازاي عمل كده. بالظبط كده. فالموضوع برضو ليه تأثير نفسي خطير. يعني في قضية مشهورة جدا، بنت شغالة مضيفة طيران م. أنهت حياة بنتها. اه مشهورة. اه لما جيت بحاول أفهم هي ازاي جالها الفكر ده، اه لأنه أنا بشوف دايما إن اللي بيعمل كده في ابنه أو في بنته هو زي بالظبط كان بيعمل كده في نفسه. يعني هو مفيش أغلى في الدنيا من الأبناء يعني. فهي وصلت لمرحلة الاقتناع إن في قوة عظيمة هي اللي أمرتها إنها تعمل كده عشان بنتها تروح للجنة، وهي عايزة تلحقها للجنة. لأن الكونتكست اللي حواليها، الكونتكست المقام هي غيرته، أو تمام. حد غيره لها، أو في فكر ملتوي غيره لها. في حد غيره لها. مشيت حبة كده في طريق وحد غيره لها فعلا ومشيت في كده. معظم قضايا اللي الشخص فيه أنهى حياته غالبا لما بتقرأ التاريخ بتاعه بتلاقيه كده. عشان كده احنا عايزين نرفع كده. يعني عايزين ناس تبقى واخدة بالها. ناس تاخد بالها انه انا ممكن اكون بتعرض لده من غير ما اخد بالي. صح. فانا لو عارفة ان الغسيل المخ ده عبارة عن 3 مراحل، ابقى مركز كده قوي مع اللي بيتقال لي. واحنا يمكن عشناها كتير طبعا في تاريخنا، مش احنا بس، احنا والعالم كله، ان كان في مراحل كتير قوي في غسيل مخ جمعي بيحصل للناس طبعا. بافكار معينه مغلوطه. طبعا. يبقى نخلينا مركزين كده علشان محدش يضحك علينا ويحطنا في موقف يحسسنا ان المقام بتاعنا متغير، يسمح لنا ان احنا نقوم بافعال غير منطقيه
ونضع فيها شيء من المنطق عشان نبررها لنفسنا. واللي هيسمع الفعل ده هيعتبره انه لا يمكن يحصل كده. بالظبط. وعلشان كده بنقول دايما انه قضايا الرأي العام، او حتى لو ما كانتش قضية رأي عام، القضايا اللي بيكون الشخص فيها انهى حياته بنفسه، بسهولة قوي الطب الشرعي بيقدر يحدد ده، والمعمل الجنائي بيقدر يحدد ده. وما تستبعدش او بلاش فكرة ان الناس تقتنع بانه لا يمكن يعمل كده، وانه لا ممكن. يعني انتظر التقارير الرسمية اللي بتطلع من الطب الشرعي، عشان هو اللي هيقول لك ايه اللي حصل بالظبط وسبب الوفاة ايه بالظبط. والاهم اللي قلناه النهاردة واللي هو المفروض يعني نستوعبه، انك ما تستسلمش ابدا لفكرة الضغوط، ولا انك تصدق مفاهيم تخليك تقتنع بان اللي انت بتعمله ده في مصلحتك. يعني صح ولا انا بقول؟ بالظبط طبعا. بالظبط. ما هو انت يا في مصلحتك يا في مصلحة حد، فانت هتجني عليه لان دي في مصلحة. زي ما حضرتك قلت، اللي موتت بنتها علشان هي تنتقل. هي شايفه انها رايحه الجنه. هي بالمناسبة هي مصدقه نفسها جدا، هتقف قدام القاضي مصدقه نفسها برضه. هي مصدقه نفسها جدا. اوكي. وهتفضل كده لحد لما تكتشف انه اللي عشان تغسل مخ حد لازم يكون عندك نوع من انواع القوة عليه، او هو يكون شايفك ان انت افضل منه او اذكى منه، او هي امتى هتعرف ان اللي هي عملته ده مش مظبوط؟ لما اللي غسل لها مخها يظهر قدامها في حجمه الطبيعي، فهتفهم ساعتها هتفهم. وعلشان كده بس عايزين نقول في اخر الحلقة جملة مهمة جدا. يعني بلاش اولا خلينا نقول متفقين بس ان احنا النهاردة وضحنا بشكل كبير وقطعي انه اي قضايا فيها شخص انهى حياته بسهولة جدا بتتعرف، بسهولة جدا الطب الشرعي والمعمل الجنائي بيقدر يحدد ده. بس بلاش تعيش في وسط مجتمع او وسط بيئة ضغط عليك نفسيا. وبلاش، ولو حضرتك عندك نصيحة برضو قوليها، لان الناس محتاجة تسمع كل شوية الكلام ده. بلاش تعيش في وسط مجتمع بيضغط عليك نفسيا. بلاش تقتنع بحاجات مش جواك، مش حقيقية، لانها ممكن تجر بني ادم او تجرجره لحاجة مش صح. وللأسف ده بيحصل. ممكن اقول لك بقى، يعني اقول دول في كلمتين يمكن انا ذكرتهم في روايتي يعني قبل كده، جدا ان كل منا من الممكن ان يصبح أسوأ صورة من نفسه اذا صادف أسوأ ايامه. فاحنا ممكن اي حد يطلع منه فعل لا يمكن كنا نتخيل ان الفعل دوت يطلع منه اذا صادف أسوأ ايامه. وأسوأ ايامه احنا لسه واصفينه دلوقتي. فنسأل الله السلامة، ونسأل ربنا كده ان احنا ان شاء الله نفضل دايما في بنشك مع نفسنا كده اذا كان احنا بيغرر بينا ولا بيضحك علينا ولا لا، صح. عشان نفضل دايما محافظين على وعينا. انا بشكر حضرتك جدا دكتور سمر عبد العظيم اللي شرفتينا ونورتينا في اول الخير. الله يخليك استاذ سامح، بسعد دايما بوجودي معاك. شكرا. ميرسي.